الحوايج المهمين قبل ما نبداو لوبيراسيون ديال لوفاج خصنا نشوفوا واش السول ستابل، يعني الارض قاصحه كومباكتي مزيانه. هذه نقطه. عاوتاني في لو طون نخرجوا الفليش تيليسكوبيك، خصنا نحطوا بالاعتبار ان كاين سونتر دو غرافيتي، كون ما خرجنا من السونتر دو غرافيتي يعني الفلاش تلسكوبيك كل ما خرج كتفقد السونتر دو غرافيتي ديالها، كتولي مهدده ان الكروه دغيا تقلب. عطيك مثال، دابا السونتر دو غرافيتي هو واقف عادي جامع يدي، السونتر دو غرافيتي دابا محافظ عليه، هو الكور ديال الوسط هنا السونتر دو غرافيتي. كل ما بعدت يدي كل ما السونتر دو غرافيتي كيتبدل. اللي خير ديالي انا القرعه الا بقيت شاده واحد 4 دقائق غنعيا، لان الا بقيت شاده بحال هكا ما غنعياش، لان غنبعد على السونتر دو غرافيتي وغيولي واحد الثقل القدام على السونتر دو غرافيتي الحقيقي، يعني غنبدا نتحنى غنبدا نعواج. في الاخر الا دزنا مثلا انا عطيناها هذه خفيفه، لا عطينا شي حاجه ثقل تقدر طيح بورتي. فهمتوا الفكره؟ يعني خصنا ديما نفكروا في السونتر دو غرافيتي ديال الكروا باش ما يوقعش لنا ايفوندغمون ديال لاكرو. واش فهمتوا دابا الفكره؟ يعني الوزن ديال لاكرو مضروب في المسافه لا يخرج ستابيليزاتور من الوسط ديال الكرو حتى الرجل ديال الستابيليزاتور اكبر او يساوي الوزن ديال لا شارج، يعني الوزن ديال ديك الحموله مضروب في المسافه بين السونتر دو غرافيتي ديال الحموله وداك ستابيليزاتور اللي خارج. وضحت الفكره؟ الهضره اللي قلنا في ارض اللي هي بلا، ارض بلا ما كاين لا فوي لا والو، مي من غنمشيو تكون حدانا شي فوي ولا اكسكافاسيون، هنا غتولي هضره اخرى. هنا كيقول لك